اتولدت في عيلة فنية أباً عن جد، ودفعت حياة ابنها ضريبة للشهرة، وما ماتتش إلا لما بنتها جت علشان تقعد جنبها وتراعيها. وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي صدمت الوسط الفني، وتفاصيل اللحظات الأخيرة كانت مؤثرة جداً. تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. صدمة جديدة ورحيل جديد في الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاة المنتخب ناهد فريد شوقي، بنت وحش الشاشة وهدى سلطان، اللي نقلوا لولادهم وأحفادهم حب الفن والسينما. ومفيش حد في العيلة غير وهو متميز وبجدارة في جزء معين من الفن، سواء كان الإنتاج أو التمثيل أو حتى الإخراج. الكل بيأكد إن ناهد كانت صحتها كويسة تماما، وإنها كانت من وقت للتاني بتحس بتعب بسيط، وده اللي خلى بنتها ناهد السباعي ما تقلقش عليها وتسافر لبنان علشان تصور أجدد أعمالها. وأثناء تصوير مشهد من المشاهد الكل لاحظ إن ناهد متوترة، وإنها حاسة إنها مش مرتاحة، بس محدش كان عارف السبب. وبعدها بدقايق جالها تليفون إن الحالة الصحية لوالدتها متدهورة جدا وإنها في المستشفى. ناهد أخدت أول طيارة ورجعت على مصر، وأول ما والدتها شافتها طلبت من الكل إنها تقعد معاها. فضلت قاعدة جنبها طول الليل، وفي الساعات الأولى من النهاردة ربنا استرد أمانته وماتت ناهد عن سن 72 سنة. ناهد فريد شوقي ليها بصمة كبيرة في الإنتاج في مصر، سواء كان على مستوى المسلسلات أو الأفلام، وعملت حاجات كتير تعتبر من الأيقونات. وهي مخرجة حديث الصباح والمساء ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي. أما في السينما فهي كانت صاحبة فيلم هستيريا ومن نظرة عين وأفلام تانية كتير. ورغم إن الكل كان بيحسدها على إنها من عيلة فنية بالوراثة، لكن محدش كان بيشوف ما وراء الكواليس، وإنها فضلت هي وناهد بيعانوا من الاكتئاب بعد وفاة ابنها الكبير فريد في حادثة على طريق السويس. مات وسابها هو في عز شبابه، لكنها كانت بتأكد دايما إنها بتشوفه حواليها وفي الأحلام، وإنها حاسة إنه في مكان أحسن بكتير. واتعمل لناهد من ساعة جنازة مهيبة فيها كل نجوم الفن من أصغر حد لأكبر حد، وده لأن الكل كان بيحبها وعلى علاقة طيبة بيها. ادعوا لناهد فريد شوقي بالرحمة والمغفرة.